14 تهمه على راسها الاتجار في البشر من خلال الاستغلال الجنسي، لا سيما دعارة الغير عن طريق المواد الاباحيه، مواقع التواصل الاجتماعي في حق قاصر دون 18 سنه في اطار عابر للحدود الوطنيه، نشر وتوزيع مواد اباحيه لقاصر دون 18 سنه، اخلال العلني بالحياه، الشذوذ الجنسي، نشر وبث ادعاءات بقصد المس بالحياه الخاصه، السب والقذف العلني. يعني العقوبه الاشد في هذا الشيء هي ديال الاتجار في البشر واستغلال الاطفال القاصرين. العقوبه كتوصل او كتبدا من 20 سنه 30 سنه. ايضا نشر وتوزيع مواد اباحيه، استغلال قاصر دون 18 سنه في اطار عابر للحدود الوطنيه. يعني حتى هذه المساله كتبدا من 20 سنه ل 30 سنه. الغرامات كتبدا من 200,000 درهم 20 مليون الى مليون الى 2 مليون درهم الى 200 مليون. ثم هناك اذا كان استغلال، وهذا الشيء غيثبت من خلال الوسائل، من خلال مجريات التحقيق، اذا كان هناك عصابه اجراميه، هذه العصابه الاجراميه كتمارس الاستغلال ديال الاطفال القاصرين وذلك في اطار عابر للحدود، فهنا العقوبه ايضا من 20 الى 30 سنه والغرامه من 100 مليون الى 600 مليون. ننوه ونشكر السيد الوكيل العام بابتدائيه طنجه، باستئنافيه طنجه. نشكر ايضا السيد قاضي التحقيق اللي قرر الايداع ديالو. نتوجه بالشكر لكل المغاربه اللي كيساندونا في هذا زيرو تفاهه. الخاليه ايضا ابصمت اليوم عن اول النجاحات ديالها، نجاح مستحق. النيابه العامه الى جانبنا طبعا لان كتدافع عن المجتمع، حنا ما غاديش نخافوا لاننا مخارطين في اطار واحد المشروع وطني. لو لم يكن على حق لما كانت النيابه العامه الى جانبنا، لما كان السيد وكيل العام هنا بطنجه الى جانبنا. وبالتالي نخبر كل المشككين على ان هذا مشروع ماشي غير ديالنا احنا كخاليه، احنا فقط نبلغ عن الجريمه ونتقدم بالشكاوي، ولكن هذا مشروع تتبناه النيابه العامه. والشكر الجزيل لرئاسه النيابه العامه برئاسه الاستاذ البلوي. الشكر الجزيل لكل الصاهرين وكل القابضين على الجمر وكل الذين يبذلون مجهودات من اجل تخليق البلد ومحاربه التفاهه. واتوجه بالشكر للضابطه القضائيه، الشكر الجزيل لفرقه او مصلحه مكافحه ومحاربه الجريمه الالكترونيه الذين بذلوا مجهودات خلال وقت قياسي 72 ساعه كانت كفيله بالايقاع وبانجاز ملف ضخم في حق هذا المارق او هذا الشخص المولينكسي الذي طالما نشر الفساد والدعاره ببلد